السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إزاي نصنع مجسم طبيعي واقعي شكله جميل جدا عبارة عن شجرة وكنبة وعمود من النور. كالعادة هنصنعهم بخامات بسيطة جدا وهنشرح بالتفصيل خطوة بخطوة. سريعا قبل ما نبدأ اعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة ويلا نشوف هنصنعه إزاي. أول حاجة هبدأ بحتة خشب MDF. العرض بتاعها كان حوالي 3 سنتي، ده هيكون الارتفاع بتاع الكنبة بتاعتنا. رسمت عليها الشكل ده، شكل بسيط جدا تقدر تعملوا التصميم اللي انتوا حابينه. وهقطع الشكل ده باستخدام المنشار اليدوي. طبعا المنشار اليدوي حلو جدا في الكيرفات، بيقطع معانا بسهولة. قطعتها لحد ما وصلنا للشكل ده، وعشان الحواف طبعا بتاعتها مش مسوية قوي فهستخدم الصنفرة بتاعت الخشب دي، صنفرة 120. هصنفرها كده واظبطها واظبط الكيرفات لحد ما يبقى شكلها بالمنظر ده. هستخدم نفس القطعة دي كقالب عشان اعمل بيها القطعة تانية بنفس الشكل. دي طبعا هتكون الهيكل الاساسي بتاع الكنبة. رسمتها وقطعتها وصنفرتها بنفس الطريقة اللي فاتت عشان يبقوا القطعتين عندي زي بعض بالظبط. هلونهم بقى باللون الاسود، يعني حسيت ان الاسود هيكون احسن. تقدروا تلونوا باللون اللي تحبوه. حطيت طبقتين من اللون الأسود. بعد كده هستخدم العصيان بتاعة القهوة دي اللي بيقلبوا بيها الشاي والقهوة. الحجم بتاعها والعرض بتاعها مناسب جدا. هستخدم كمان البنسة دي عشان أقطع بيها. قطعت الجزء اللي هو المنحني ده. بعد كده هقيس 6 سنتي، ده كان العرض المناسب بتاع التصميم بتاعنا، وطبعا على حسب السكيل أو مقياس الرسم اللي بتشتغلوا بيه. قطعت القطعة دي كلها بنفس المقاس، وطبعا نقدر نستخدمهم بالشكل ده، بس الأحسن والأجمل وهيكون واقعي أكتر إن أنا أقسمهم بالنص كده. ده هيخلي الخشب بتاعنا ياخد الكيرفات بتاعة التصميم بسهولة. بعد كده جبت الهيكل وحطيتهم الاتنين على بعد 5 سنتي. أنا عاوز الخشب ده يكون بارز شوية من الجنبين بتوع الهيكل، وطبعا هضيف غير أبيض ونقدر نستخدم السوبر جلو. بعد كده هاخد الخشب ده واحدة بواحدة وأبدأ أحطهم جنب بعض. لون القاط أو أي حاجة كده هبدأ إن أنا أضيفهم وأضغط ضغطة بسيطة. طبعا الغيرة الأبيض ما بينشفش بسرعة، لكن بيسهل علينا إن احنا نحطهم جنب بعض. لو حصل خطأ ولا حاجة بنقدر إن احنا نعدله بسهولة. زي ما قلت لكم الخشب وهو رفيع كده بنقدر إن احنا نحطه جنب بعضه، وبياخد الكيرفات اللي احنا رسمناها في الهيكل بسهولة. هسيب ده بقى كله ينشف. بعد ساعتين كده كان نشف تماما، وهتلاحظوا تلاقوا الحواف بتاعته مش مساوية 100%. عشان كده هستخدم نفس البنسة وأبدأ أساوي الطروف دي عشان الشغل يطلع شكله نظيف. هنحتاج بقى نلون الجزء ده. تقدروا تلونوا طبعا باللون اللي تحبوه. انا اخترت اللون البني المصفر ده، طلع شكله جميل. حطيت طبقة واحدة منه. طبعا ناخد بالنا كده واحنا بنلون عشان ما يجيش على اللون الاسود. لونت طبعا من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب، وده بقى شكل الكنبة الجميلة بتاعتنا. تصميم بسيط وسهل جدا اي حد يقدر يعمله، وفي نفس الوقت شكله حلو قوي. نركن بقى الكنبة على جنب. هندخل على عمود النور. هستخدم قطعة الخشب المدورة دي. هقص منها حتة صغيرة، دي هتكون القاعدة بتاعتنا. بعد كده هجيب حتة خشب أرفع، دي عصاية الشيش طاووق. هقص منها برضو حتة بالمقاس المناسب على الطول المناسب. عاوز ألزقهم في بعض، عشان كده عملت فتحة أو خرم كده في الجزء بتاع القاعدة عشان طبعا تلزق وتبقى ثابتة. هضيف نقطة من الغيار الأبيض. بعد كده هلزقهم في بعض. بعدين استخدمت خرزة من الخشب دائرية. الفتحة بتاعتها كانت صغيرة فوسعتها بالدريل شوية. بعد كده هدككها في العمود الرفيع ده لحد تحت. طبعا التصميم ده على حسب يعني اللي بيجي في دماغكم، تقدروا تستخدموا أي حاجة. كنت عاوز الجزء اللي فوق بتاع العمود يكون رفيع شوية. استخدمت المشرط وبريت الجزء اللي فوق ده، وبعد كده صنفرته بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعدين هستخدم خرز معدني كنت شاريه من تيمو قبل كده، بينفع جدا في الأعمال الفنية. استخدمت خرزتين كده، لقيت الشكل بتاعهم عجبني. حطيت واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وواحدة كمان في الطرف اللي فوق. طبعا مجرد ان انا بحطهم كده وبعدين بثبتهم بنقطة او نقطتين من السوبر جلو. بعدين عشان اعمل الفانوس نفسه بقى استخدمت الاكريليك الشفاف ده بلاستيك شفاف عامل زي الازاز كده. بقطعه بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. بضغط بالمشرط كذا مرة، بعد كده بكسره بيتكسر معايا بسهولة. رسمت التصميم بتاعنا عبارة عن مثلث مقلوب والقاعدة بتاعته مفتوحة من تحت. هقطع الجزء ده بنفس الطريقة اللي فاتت. بعد كده هصنفر الحواف بتاعته عشان يبقى بالمنظر ده. عملت 4 قطع منه. هبدأ ألزقهم بقى في بعض عشان نجمع الجزء بتاع الفانوس بتاعنا. هستخدم السوبر جلو، بيلزق بسهولة جدا فيه وبسرعة. هبدأ أجمع القطع على بعضها.
لحد ما بقت زي ما انتم شايفين كده. الحواف بتاعتها ما كانتش مسوية قوي، فاستخدمت الروتاري تول او الميني كرافت عشان اصنفرها واظبطها. بعد كده عشان باقي التصميم استخدمت قطعة من الخشب، قطعة مستطيلة وقطعة مدورة لونتهم باللون الاسود. بعد كده هلزقهم. لزقت القطعة المستطيلة فوق والقطعة الدائرية الصغيرة دي تحت. هكمل الراس بتاعة الفانوس من فوق بقطعة دائرية كبيرة، وكمان عليها في الوسط قطعة صغيرة هوسطنهم كده. وهكمل التصميم كمان بحتة خرزة دائرية هحطها فوق. كده بقى شكل الفانوس بتاعنا. هلزق بقى القطعتين في بعض، الفانوس والعمود. بعد ما خلصت حسيت ان حابب اضيف كمان حاجة في الجزء اللي تحت ده عشان اداري الجزء ده. استخدمت جلد عندي كانت بمقاسات مختلفة شاريها من فترة، بتنفع برضه في الاعمال الفنية. لككت واحدة كده في الجزء ده وركبت كمان واحدة في الجزء اللي تحت خالص. ده بقى شكل العمود. هنلونه بقى باللون الاسود عشان يبقى المنظر النهائي بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. وكان عندي الفازة مش عارف بيسموها فازة ولا ايه، المهم انتوا عارفين شكلها ده. انا عملت فيها تصميم قبل كده من حوالي 3 سنين على القناة، وحبيت ان انا اغيره. الجزء اللي بينور ده انا مش محتاجه، فقصيت السلك بتاعه. وعشان التصميم ما يلزقش في الارضية الغيرة والحاجات اللي هنضيفها بعد كده، حطيت طبقة من اللزق اللي هو الشفاف ده. طبعا ده مش هيخلي التصميم يلزق في الارضية، ولا حبيت اغيره خالص بعد كده، هو مش هيل اللزقة بالحاجات اللي عليها. اللزق الشفاف ده ما بيمسكش في الألوان والغيرة كويس، فعشان كده حطيت طبقة من اللزق بتاع الدهانات الأبيض وبرضه قصيتها بنفس الطريقة. هنلون بقى الأرضية بتاعتنا باللون البني. وطبعا عشان مساحة التصميم بتاعتنا محدودة جدا، فلازم أجرب القطع كده جنب بعضها الأول. الشجرة دي احنا عملناها الأسبوع اللي فات في فيديو، هحط لكم اللينك بتاعه في الجنب. طريقة سهلة وواقعية وحلوة قوي. هجرب القطع زي ما قلت لكم كده جنب بعض. قبل ما الزق الحاجات واثبتها لازم اتاكد ان كل حاجه في مكانها. علمت في المكان المناسب. بعد كده حطيت الكنبه والعمود بتاع النور. يعني تقريبا كده كل حاجه مناسبه. هنبدا بقى نلزقها. لزقت بالغيره الشجره. بعد كده حطيت الكنبه والعمود، وهرجع تاني اشوف ثبته بتثبيته خفيفه كده لحد ما اتاكد ان كل حاجه في مكانها. طبعا الخطوه دي مهمه جدا عشان التصميم في الاخر ما يقصش. يعني احنا بنعمل كل ده لازم كل حاجه تكون في مكانها مظبوط. بعد ما اتأكدت لزقت كل حاجة وثبتها بقى تماما. كمان هنلون القطعة بتاعة الأرضية بتاعة الشجرة باللون البني. عشان بقى نضيف أرضية واقعية هنستخدم الغير الأبيض. حطيت طبقة من الغيرة غطت الأرضية كلها. بعد كده هستخدم التراب. طبعا الخطوات دي عملناها قبل كده في القناة كتير في في الدروس بتاعة الديوراما الطبيعية. هضيف طبقة من التراب وهغطي بيها كل مكان. عشان نثبت التراب ده في بعضه هسقسقه كده بكحول أو بمية عليها نقطة من الصابون السائل. دي بتخترق كل الطبقات. بعد كده وهي لسه مبلولة بستخدم غيرة أبيض متخفف بالمية. بحط الطبقة منه ودي بتخترق الطبقات كلها. وطبعا لما بتنشف هتبقى كلها قطعة واحدة. في شوية تراب وقعوا في الجزء المحفور ده هنضفهم قبل ما ينشفوا تماما. بعد كده هنكمل باقي الأرضية. هستخدم بودرة الشجر والورد دي. أنا طبعا شرحت طريقتها قبل كده بالتفصيل على القناة بطريقة احترافية. هحط لكم برضو اللينك في الجنب. هنضيف منها شوية كده على الأرضية زي الخضرة اللي بيكون على الأرضية وأوراق الشجر الواقعة اللي لونها لسه أخضر. كمان هستخدم شوية منتجات جاهزة كده بتاعة الديوراما الطبيعية، شوية ورد وشوية زرع أخضر. استخدمت وردة كده وحطيتها جنب الكنبة. وكمان من ورا ضفت زرع أخضر. كمان عندي أوراق شجر ناشفة، منتج جميل أوي بيضيف جمال الدراما. هوزع كده بشكل عشوائي في أماكن على حسب الذوق. وطبعا عشان أثبت الحاجات دي كلها تماما هرجع أسقسقها تاني بالغير الأبيض اللي متخفف بالمية لحد ما تنشف تماما. تابع شكل الأرضية بتاعتنا بعد ما خلصنا. هسيبها بقى تنشف تماما قبل ما أضيف الجزء الإزاز، وكده نكون خلصنا التصميم بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ما تنسوش كمان تعملوا شير مع أصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية. مستمرين إن شاء الله في تقديم أعمال فنية جميلة ومبهرة بخامات بسيطة وشرح بالتفصيل.
ما تنسوش إخوانكم في غزة والسودان وكل البلاد الإسلامية من دعاكم وتبرعكم، ده أقل حاجة ممكن نقدمها، بل بالعكس ده أقل كتير جدا من الواجب المفروض علينا. وختاما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.